مرحبا بكم في هذه القراءة الخاصة عن مباراة الكلاسيكو بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي. افتتحت المباراة بلوحة فنية من جمهور الرجاء الرياضي، حيث رفعوا تيفو إنساني عبروا من خلاله عن تضامنهم مع ضحايا الإبادة الجماعية في الأراضي الكنعانية المحتلة. مع بداية الشوط الأول ظهر الرجاء أكثر رغبة في التسجيل وصنع اللعب، وجاءت أولى المحاولات عبر انسلال أيوب بوغرين الذي سدد كرة مقوسة تألق الحارس أيمن التجناوتي في التصدي لها. الجيش الملكي اعتمد على أسلوب الدفاع المتقدم للضغط ومنع الرجاء من البناء من الخلف، ما جعل اللقاء متوازنا في أغلب فتراته. ورغم ذلك لوحظ أن المدافع بدر بانون بدا ثقيلا وفاقدا لياقته البدنية بعد عودته هذا الموسم، كما أن المدرب الشاب واصل الاعتماد على اللاعب أوركوما الذي لم يقنع وواصل ارتكاب التمريرات الخاطئة في وقت كان من الأجدر الاعتماد على الشرايب بدلا منه. نهاية الشوط الأول شهدت فرصا خطيرة من جانب الجيش الملكي، وأثارت لقطة بدر بانون جدلا واسعا بعد أن ارتطمت الكرة بذراعه داخل مربع العمليات. الحكم لم يعد لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفار، بل اكتفى بجهاز السمع لاعتماد قرار حكام غرفة الفار ليشير بعد ذلك إلى ركنية، في وقت لم تكن صور النقل التلفزيوني واضحة بشكل كاف للحسم. مع بداية الشوط الثاني تمكن الجيش الملكي من تسجيل هدف عبر أنس باش مستغلا سوء تنظيم دفاع الرجاء. مباشرة بعد ذلك قام مدرب الرجاء بتغيير تكتيكي، حيث أخرج المعموري وأدخل اللاعب القادم من أوروبا ابن الشيخ. لكن بعد لحظات تدخلت غرفة الفار لتؤكد وجود لمسة يد على إنس باش، ليتم إلغاء الهدف وسط حسرة عناصر الجيش، وليبقى التعادل مسيطرا على النتيجة. بعدها بلحظات احتسب الحكم ركلة جزاء لفائدة الجيش الملكي، فتقدم رضا سليم لتنفيذها، رغم أن تعليمات المدرب كانت واضحة بضرورة أن يسددها ربيع حريمات. غير أن المشهد بدا وكأنه مسرحية جديدة، حيث عاد الحكم مجددا لتقنية الفار قبل أن يقرر إلغاء ضربة الجزاء وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي الجيش وجماهيره. هذه المشاورات الطويلة مع غرفة الفار، إلى جانب التوقفات الكثيرة بسبب الكرات الثابتة، التهمت وقتا كبيرا من عمر المباراة، وأثرت بشكل واضح على رتمها، الأمر الذي فاجأ لاعبي كل الفريقين، وجعل بعض الجماهير المغربية تشك في وجود مؤامرة لفرض نتيجة التعادل حتى تستفيد فرق أخرى بالصدارة، لكنها تبقى مجرد تكهنات. وفي آخر ربع ساعة من المباراة تنبه المدرب الشابي لضعف أداء أوركوما وتراخي النفاتي، فقام بإشراك الشرايب والضحاك مكانهما على أمل إنعاش خط الوسط وإعطاء حلول هجومية أكبر للفريق الأخضر. أما بقية دقائق المباراة فظلت رتيبة ولم تحمل جديدا يذكر، ورغم أن الحكم أضاف 10 دقائق كوقت بدل ضائع، فإن اللقاء فقد الحماس الذي انطلق به. وبقي الجمهور العالمي الحاضر في المدرجات هو النجم الحقيقي لهذه القمة، من خلال تشجيعه المتواصل ولوحاته الفنية التي زينت الأجواء. وفي الأخير نسألكم، ما هو رأيكم في هذا اللقاء؟ هل ظلم الحكم أحد الفريقين؟ وهل التوقفات والمشاورات الكثيرة مع غرفة الفار أمر عادي يرجع إلى ضعف التحكيم، أم أنها مقصودة للتأثير في نتائج المباريات؟ وكيف كان مستوى الفريقين في رأيكم؟